بنت خالي بتقولي ما تكسبي فيا ثواب وتجوزيني لجوزك. حكاية النهاردة غريبة جدا. القصة ان واحدة بعتالي على رسائل الصفحة بتقولي يا أميرة، انا بنت خالي بتقولي دايما قدام جوزي ما تجوزيني جوزك، ده انت جوزك مفيش منه، ده انت جوزك ما يتقارنش بأي راجل تاني، ده انت جوزك فيه وفيه وفيه، يا بختك بجوزك. اكمني يا أميرة كنت دايما بقعد اشكر لها في جوزي واقول لها ده شايلني من على الارض شيل ويتمنى لي الرضا رضا. من 3 سنين اتجوزت جوزي ده، واخداه عن حب، كان زميلي في الجامعة وكانت كل العيلة بتحسدنا على قصة حبنا. المهم من حوالي سنة بالظبط بنت خالي رجعت من السفر، كانت مسافرة وكانت قاعدة في بلد بره يعني بتدرس وكده، وخلصت ورجعت وابتدت ان هي تشوف علاقتي انا وجوزي عاملة ازاي، وانها منبهرة بجوزي، وان في راجل شرقي لسه كده بيحب مراته وبيخاف عليها وبيحافظ عليها ويتمنى لها الرضا ترضى. هي نزلت اجازة واحنا كنا مش مقربين قوي من بعض، فابتديت ان انا اقرب منها واكلمها لان هي طبعا ملهاش اصدقاء في القاهرة او في مصر عموما. فماما قالت لي قربي من بنت خالك، دي لوحدها معهاش حد، حاولي انك تعزميها عندك، خاصة ان انا ماليش اخوات وهي كذلك برضو ملهاش اخوات. وطبعا غلطت غلطة عمرها وعرفت بنت خالها على جوزها. بتقولي في الاول كانت عادي جدا وكانت بتسخني عليه كتير وتقولي هو انت ازاي سكتاله في تحكماته فيكي، في لبسك، في مكياجك، في حجابك، انت ازاي سكتاله على كده. وكانت تيجي قدامه وتقولي اسمعي كلامه يا بنتي ده بيخاف عليكي، اسمعي كلامه يا بنتي ده عنده حق، يا بنتي مفيش راجل في الزمن ده كده، يا بنتي ده بيحبك مش هتلاقي زيه ابدا. كانت تقعد يا أميرة تقولي الكلام ده قدامه وهو يقعد منبهر بيها وانها ازاي كانت عايشة بره وتفكيرها كده هو ما بتناقشوش في حاجة، الكلمة اللي يقولها طبعا عندك حق. وبيني وبينها كانت تقولي اوعي تسمعي الكلام، ازاي تسمعي كلامه وتخليه يمشي كلامه عليكي، هو انت عدمت الشخصية؟ كنت اقول لها يعني انت بتيجي قدامه وتقولي له عندك حق وتحسسي ان هو صح، وتيجي من وراه وتقولي لي اعملي واعملي وسوي، تقول لي ايوه يا بنتي ما انا لازم اعمل كده، امال اكرهه فيا يعني واخليه يقول لك ما تعرفيش بنت خالك دي تاني؟ لا طبعا لازم نضحك عليه بكلمتين كده، انت عارفه الرجاله بيضحك عليهم بكلمتين. اغسل وشي بالغسول الروعه ده، خطير خطير يا جماعه. بصوا مستخدمه منه قد ايه، شايفين؟ المهم يا جماعة ابتدت ان هي تيجي عندي كتير وزياراتها تكتر، وكمان لبست الحجاب وقعدت بقى تتكلم مع جوزي في قد ايه هي حاسة ان هي اتغيرت للأحسن، وان نصايحه أثرت فيها، وان نصايحه خلتها تلبس الحجاب، وانها بتتقبل منه النصيحة بصدر رحب، وانها مبسوطة جدا ان هو بينصحها، وانها بتعتبرها زي اخوها طبعا. المهم جوزي كان مبسوط جدا بخطوة الحجاب دي، لدرجة ان لما كنا نيجي بالليل عشان ننام ونقعد على السرير مع بعض نتكلم مع بعض شوية قبل ما ننام ونحكي يومنا كان عامل ازاي، يقول لي ده انت بنت خالك دي انا مبسوط منها جدا، مبسوط منها قوي، بتسمع الكلام، يا ريتك تبقي ربعها. هغسل وشي وارجع لكم. شايفين يا جماعه خطاره وحلاوه الغسول؟ شايفين وشي منور ازاي؟ وسعره على قد الايد، رخيص جدا جدا جدا، مش عارفه ازاي، ونفس الافكت بتاع لاروش وبايوديرما والحاجات الغاليه قوي دي اللي معديه ال 700 جنيه، بجد سعره فظيع. المهم بقى كان بيقعد يقول لها يا ريتك ربعها. وانا بصراحه يا اميره ابتديت ان انا اخاف من الموضوع ده واتشائم واتضايق، وابتديت ان انا احكي لماما،
وماما قالت لي دي بنت خالك، استحالة تعمل فيكي كده، استحالة يكون قصدها انها تاخد جوزك منك. وبصراحة يا أميرة أنا ما بقيتش أضمن حد في الزمن ده. المهم ابتديت ان انا اقول لها ان احنا مش موجودين في البيت، وان احنا خارجين او ان احنا نازلين ومش قاعدين. ابتدت ان هي تبعت لجوزي على الواتس وتسأله انتوا موجودين النهاردة ولا خارجين؟ انتوا قاعدين؟ يعني من الاخر ابتدت تشك ان انا مش عايزاها تيجي، وبقت بتيجي وابتدت تقولي قدام جوزي يا ريت تجوزيني جوزك، يا ريت جوزك كان من نصيبي. وبصراحة الكلمة زمزقت مع جوزي، وعشان جوزي محترم قال لي هي بنت خالك تقصد ايه بالكلام ده؟ انا ملاحظ كده انها بقالها فترة كل ما بتيجي بتقول الكلمة دي. هستخدم بقى احلى واقوى مرطب جربته في حياتي من مية سينما. ده مرطب مية سينما الجديد اللي فيه هايلورونيك اسيد اهو يا جماعة، خطير وحجمه كبير جدا، حجمه كبير جدا. هحطه بقى على بشرتي علشان خاطر ارطب بشرتي كده واغذيها، لان انا محتاجة ارطبها كويس قوي. المهم رحت قلت لجوزي ما تاخدش في بالك، بتهزر معاك ومش عارفة ايه، اعتبرها زي اختك وبتهزر معاك. وجوزي بصراحة ما خدش في باله ولا اتكلم ولا قال اي حاجة، بس كان بيحب يقعد معاها. وبصراحة انا يا أميرة مش عارفة اعمل ايه، وحاسة ان انا محتاجة ان انا اتكلم معاها واقول لها ما تجيش عندي تاني او ما تجيليش البيت تاني، ويا ريت تبعدي عني وعن حياتي، عشان انا حاسة ان حياتي هتخرب بسببها ومش عارفة اجيبها لها ازاي. يا ريت تنصحيني وتقولي لي اجيبها لها ازاي. بصي يا ستي، انت ممكن تدوري على طريقة تقطعي علاقتك بيها من خلالها، لكن هتقولي لها ايه؟ هتقولي لها ما تجيليش تاني البيت، اصل انا جوزي بيفكر فيكي، اصل انا جوزي معجب بتفكيرك. ما هتشبط. فالحل ان انت تدوري على حاجة تخليها تحرم تجيلك. يعني مثلا تكلميها، الو بقولك يا حبيبتي كان في خاتم على الكومودينو، انت خدتيه لبستيه؟ طبعا هتقولك لا انا ما بلبسش حاجتك، انا ما باخدش حاجتك مثلا يعني. ولو بتاخد هتقولك انا بستأذنك. قولها اصل الخاتم اختفى فجأة ومحدش كان موجود غيرك. انت كده هتقطعي علاقتك بيها للابد. وانا شايفه ان ده احسن من ان انت تقولي لها روحي بعيدي عن جوزي او ما تجيليش عشان جوزي، لان هي كده هتشبط اكتر. لكن لما تقولي لها كده هي هتقولك انا مش عايزه اعرفك تاني، وهتكرهك انت وجوزك وعيلتك وامك وابوكي، ومش هتيجي بيتك تاني ولا هتعتبه تاني، لان انت اتهمتيها بالسرقه. ده لو هي عندها دم، لكن لو مش عندها دم بقى دي حاجه تانية. وهنستنى راي الامارات في الكومنتات، اكتبوا لها تعمل ايه وتتصرف ازاي مع بنت خالها، خاصه ان بنت خالها دي حلابه ومش سهله. هستخدم بادي سبلاش افوفا، ثباته روعه، ريحته فظيعه. الريحه دي يا جماعه خطيره خطيره، انا معرفش ازاي الاختراع ده كان غايب عني. السبلاش ده تحفه، ريحته ما بتطلعش. ابقي استخدميه لجوزك هيعجبه قوي وهينسى بنت خالك خالص. اهو يا بنات ده شكله. بصوا انا مخلصاه لحد فين اهو، لحد هنا. تحفه يا بنات تحفه، وثباته روعه. هسيب لكم برضو لينك في الكومنتات بتاع جنة اللي جايبه من عندها الكريم المرطب والغسول والبادي سبلاش القمر ده. انا كده خلصت معاكم الروتين السريع. بحبكم قوي. لو عايزين تسالوا على اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات. اللي عايز يبعت لي اي رساله او اي مشكله ابعتوها لي على رسائل الصفحه. بحبكم قوي. باي باي.